ازيكم؟ وفي الفيديو ده هقول لكم ليه الاكونت ده هيكون مختلف. انا بحب من زمان جدا الميديا وصناعة المحتوى، ولكن قبل ما اشارك واتعلم كان عندي سؤال غريب جدا: ليه النجاح على السوشيال ميديا من طرف واحد بس؟ هنا بقى الفكرة مختلفة، وهي مش مختلفة لمجرد الاختلاف، ولكن هي محاولة ان انا ارجع النجاح لحجمه الطبيعي، مش فردي ومش من غير اثر، ونفهم يعني ايه نجاح يوصل لناس تانية ما يقفش عند شخص واحد بس. مع الوقت ومع نجاح المحتوى اللي هيتقدم، النجاح ده هيبقى له شكل واقعي، فرص، تعاونات، دعم يفرق في حياتنا كلنا، وده الامتداد الطبيعي لنجاح بيتبني مع بعض. هنا هيتقدم محتوى واقعي وترفيه وضحك وأفكار قابلة للتنفيذ في بيئاتنا المختلفة، وطول ما القناة دي بتكبر ده معناه إن في فرص أكبر ونصيب حقيقي للبنات من النجاح ده. وأنا عارفة إن التأثير مش هيجي من أول يوم، والثقة بتتبني خطوة بخطوة، عشان كده مفيش وعود، وفي شغل حقيقي ومحاولة صادقة إن النجاح ما يقفش عند شخص واحد. اعمل اشتراك في القناة وخلاص. اعملوا اشتراك في القناة وتابعينا على كل البلاتفورمز، عشان اللي جاي معمول لينا كلنا، معمول بقلبنا. باي.